والوصية الرابعة دي أنا هستأذنكم يا جماعة، لما تاخدها كده خدها مني كده وفكر فيها، بس من فضلك ما ترفضهاش أول ما تاخدها. لأن بعض الناس لما بيسمع الوصايا دي بيبقى حاسس كده إيه، ماشي ماشي، لا مش ماشي. عشان الوصية دي قايم عليها علاج الاكتئاب، وقايم عليها التفكير في المشاكل وحلها، وقايم عليها مراجعة النفس، وقايم عليها صحة الجسم. الرياضة يا جماعة، استأذنك أيا كان سنك أو مستواك المالي والاجتماعي، الرياضة رخيصة. إنك تنزل تتمشى في الشارع دي حاجة مش غالية خالص. إنك مشترك في نادي بسيط ولا مركز شباب وتروح تتمشى هناك أو تلعب أي رياضة بمبالغ بسيطة، صدقني كم الهرمونات اللي بتفرز في الجسم بترجع لك سكونك. كم الإحساس بالإنجاز إنك نزلت من بيتك وعملت حاجة. من فضلك ما تخليش الانزعاج والإحباط والاكتئاب يرميك في السرير ولا يرميك على الكنبة بتقلب في التلفزيون وانت مش مركز. من فضلك كل يوم 5 أيام في الأسبوع اعمل حاجة فيها رياضة، فيها الدم بيجري في العروق، فيها عضلاتك وجسمك بيتحرك. مش ممكن يا جماعة لما بندرس الثيرابي مع الأساتذة يقولوا لنا الرياضة بتحارب الاكتئاب، ولما نتعلم الرياضة علشان جسمنا يقولوا لنا الرياضة دي هي اللي بتخليك لما تكبر في السن لسه محافظ على صحتك. والناس بتوع اللبس لما يعلمونا ازاي تلبس يقولك الرياضة علشان تعرف تلبس كويس. مش حاجات بسيطة وحاجات مهمة جدا. واكتر المشاكل اللي بترزق حلها بترزق وانت بتتمشى وانت بتجري وانت بتعمل حاجة كأنك بتنهك جسمك فيها حفاظا عليه، فتحس ان عقلك كده بيروح في اماكن كده بترزق. واللي بيلعب رياضة عارف الكلام ده كويس جدا. فانا عايز اوصي الشباب والبنات بما يتاح لحضراتكم من امكانيات. العب رياضة، العب رياضة من اول انك انت تتمشى في طرقة بيتك لغاية ما انت تبقى مواظب على الرياضة. بقول لك 5 مرات في الاسبوع. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يتوصف في حياته كان جسمه عليه الصلاة والسلام الشريف، يعني مش عايز أعبر تعبيرات أقل من مقام النبي، مكسوف أقول على